الصخرة اللي غيرت مجرى التاريخ وكانت السبب في معرفة أعظم حضارة عرفها البشرية. ومن أكتر من 3000 سنة المصري القديم فضل محافظ على اللغة بتاعته لحد ما جه الإسكندر الأكبر ودخل مصر من بعد الرومان والفرس والبيزنطيين والعرب، وضاعت اللغة المصرية لحد من يجي 200 سنة ظهر أول نور لمعرفة لغة المصريين القدماء. واللي اكتشف لنا الحجر العظيم ده كان جندي من جنود الحملة الفرنسية اللي جت على مصر بقيادة نابليون، وبعد كده دخل الانجليز مصر وخدوا حجر رشيد من الفرنسيين، وحاول كتير من العلماء ان هم يفكوا حجر رشيد قبل ما يجي شامبليون، زي اللي طلع وقال ان اكيد اسم الشخص في كل اللغات هيكون نفس النطق، يعني حد اسمه احمد في اللغة الانجليزية او العربية او الهيروغليفية هيفضل اسمه احمد. واللي كان من اهم المحاولات كان واحد اسمه يونغ، واللي كان يعتبر منافس لشامبليون، بس برضه ما كانش فيه حد قادر على قراءة اللغة الهيروغليفية لحد ما يجي الفتوة بتاعهم وهو شامبليون. وازاي اصلا شامبليون فك رموز حجر رشيد وهو ما شافوش ولا مرة؟ بدأ يطلب صور لحجر رشيد، ومن حسن حظنا ان الحجر محفور عليه 3 لغات، اليونانية والهيروغليفية والديموتوكية، فاقترح ان اكيد ال3 نصوص دول رسالة موحدة مكتوبة بأكتر من لغة. وكان شامبليون يعرف حوالي 6 أو 7 لغات منهم اليونانية والقبطية، وبدأ شامبليون يقرأ اللغة اليونانية وفهم من الرسالة المكتوبة باليونانية إن هي رسالة شكر من الكهنة لبطلميوس الخامس. وفك رموز حجر رشيد كان بيعتبر زي كوبري ربط ماضي من آلاف السنين بحاضر، زي جزيرتين كانوا هيفضلوا منعزلين عن بعض لو مفيش منهم كوبري يربط الجزيرتين ببعض. وقيمة الحجر هي مش في النص اللي مكتوب عليه، القيمة الحقيقية انه بسببه بدأ علم المصريات، وبدأ الناس يعرفوا يقرأوا اللغة الهيروغليفية، وبدأ حجر رشيد يفتح علينا فتحة ما يعلم بها الا ربنا، وبدأ الناس تيجي من جميع انحاء العالم علشان ياخدوا آثار بلدنا. مين هم الناس دي؟ وكان بيجوا ليه؟ الناس هم محبي الآثار، جميع التحف، الحرامية اللي كانوا بيسرقوا الآثار، والعلماء اللي شغالين في الآثار، كل دول كان بيجوا لمصر عشان ياخدوا آثار بلدنا. والحجر حاليا موجود في المتحف البريطاني جنب آثار مصرية كتير، وبنحاول لحد الآن نرجعها، وأهمهم هي أيقونة الآثار المصرية وعلم المصريات هو حجر رشيد، عشان يبقى مكانه المتحف المصري الكبير. تخيل بقى ان في صخرة من غير روح ولا تفكير قدرت تغير مجرى التاريخ. تخيل انت بقى ممكن تعمل ايه؟ اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.